تحيا البلاد، تحيا الجزائر. الموضوع نتاعي اليوم هو أنه يردد دائما ما نسمعه، دائما ما يردد: الجزائر دولة عسكرية، نظام عسكري، ديكتاتورية عسكرية. والله غير صدعتونا بهذا الكلام هذا. اسمعني مليح شو نقول لك. أمريكا دولة عسكرية، روسيا دولة عسكرية، الصين دولة عسكرية، مصر دولة عسكرية، تايوان دولة عسكرية، الكوريتين دولتان عسكريتين. ألمانيا اللي كان ممنوع عليها من 45 إلى غاية 2019 أو 2016 كان ممنوع عليها باش تصنع السلاح. اليوم صبحت طالبين منها أنها تدفع ب 140 مليار دولار غير الصناعة العسكرية. العالم كامل يتعسكر. الدول الاسكندنافية أي السويد، الدنمارك والنرويج كانوا ما يعرفوش وش هو العسكري. صبحوا اليوم ثكنات عسكرية نظرا لما يحدث في الحدود نتاعهم. وجاي تقول لي الجزائر دولة عسكرية. نعم، الجزائر دولة عسكرية، ولنا الحق أن نشتري الأسلحة كما نراه مناسب للجزائر. أنا مواطن نتكلم راهو، ما عندي حتى فهمتني. كل الدول عارفة باللي رانا عايشين في وقت ما فيش أمن، لا مكان للضعفاء. تجيني انت تقول لي دولة عسكرية والنظام عسكري. اليوم الناس اللي راهي تهدر تقول دولة عسكرية ما هم إلا خونة من الداخل وخونة من البرارة. يريدون زعزعة الجزائر بأي طريقة بأي طريقة. واش راهم يضربوا في العسكر، يتكلموا ما قدروش يتكلموا، ما عندناش ديكتاتور اللي حاكم 40 سنه حكم ولا 30 سنه. عندنا نفس النظام. لو كان تحسب الرؤساء اللي حكموا الجزائر من 62 الى يومنا هذا هما 7، تروح لفرنسا من 62 الى يومنا هذا هما 7. ما عندناش دي ديكتاتور. دونك واش يضربوا في الجيش، يريدون تدمير الجيش. الله يبارك. نقول لكم بكل صراحه، نقولوها لكم: الشعب كامل راهم على الجيش الوطني الشعبي، غير نحيوا من بالكم. ثاني حاجه،